السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم على خير وبخير. فيديو جديد ونهار جديد. الفيديو ديال هذا النهار مغاير على الفيديوهات كامل هما البنات. اليوم غادي نغسلوا الدجاج بالطريقه ديالي، الطريقه باش كنغسل الدجاج ديالي. كنتمنى تعجبكم، غادي نشاركها معكم. بسم الله على بركه الله. اول حاجه غادي نحتاجوا الدجاج. انا غادي نشاركوا معكم، غنوريه لكم كيفاش كنجيب الدجاج. غادي نشارك معكم كنحتاج واحد الكميه ديال الملحه باش كنغسل انا الدجاج، والخل هما الاولين. ها هي كنشدو كنديرو تقريبا واحد نص كاس ديال الخل البنات. هذا طريقه والله البنات الا زوينه. الدجاج رائعه، كتخلي هذاك الدجاج ديالنا بلا ما كنكثروش فيه الملحه، مملح معطر. كيطيب لينا الطريقه باش نغسلو الدجاج الا كان محمر. هانتوما هذا هو الدجاج ديالي. بسم الله على بركه الله. هانتوما كتجيبوا، انا الدجاج كنجيبو كنقسمو من عند مول الدجاج. كل دجاجه كنقسمها على جوج، يعني ما كنديرش ما كنقردوش، لانه كنخلي له الجلده ديالو. داك اللي كنطيب الاغلبيه فطاجين كنحيد ليه الجلده. هذا اللي كندخل الفران ما كنحيدش ليه الجلده البنات، كنخليه هكا، لاني ضروري راكم عارفين الفران كيبغي داك الجلده وديك التقرميشه ديالها باش كيحمر. هانتوما كنشد هذاك الملحه وداك الخل وكنحك به الدجاج ديالي مزيان بهذا الشكل هذا. كنحكو هاد الملحه، وخصوصا ديك الملحه الغويضه، يعني ماشي ديك الملحه الرقيقه. كنشد هذاك الدجاج ديالي على هذا الشكل هذا. كنكثروا في الخل، ديروا الخل البنات راه زوين. صافي غادي هذه الطريقه الاولى اللي كندير. غادي نستمر هكا. انا جبت واحد 4 ديال الدجاجات. هذه الملحه كتحكوا بها هكا البنات، هكا نحكوا بها الدجاج، نحكوه مزيان، نحيدوا داك سميتو هذا الخل. سمحوا لي البنات، الخل كيحيد لينا الزفوره ديال الدجاج اكثر من الحامض. حنا مازال غادي نرقدوه في الحامض والماء والخل عاوتاني. هذه غير الطريقه الاولى باش كنغسلو انا. هانتوما كتشوفوا، يعني هذه الطريقه الاولى كنغسل بها. كنحيد هذوك الريشات اللي كيكونوا في الجناب. يعني مول الدجاج راه ما كيغسلش لينا الدجاج كامل. ايوا البنات الدجاج غالي بزاف وبزاف، حق الله. عرفتي راه الدجاج راه وصل، كاين البلايص اللي كيبيعوه ب 22 درهم الكيلو، وبلاصه ديال الدجاج كيتباع ب 20 درهم الكيلو. بلاصه الدجاج بالضبط كيتباع ب 20 درهم. هانتوما انا هكا حتى تشوفوا البنات الخل بدا كيتسالى لكم. كنزيدوا نضيفوا الخل وكنضيفوا الملح حتى هي هكا، وكنستمروا بالحكان ديال الدجاج ديالنا بهذا الشكل هذا. انا عارفه راه كاع البنات كيعرفوا كيفاش يغسلوه، ولكن هاد الطريقه والله البنات الا ساهله. كتمشيو عند مول الدجاج كتقول ليه قسم لينا الدجاج على جوج، ماشي يقرد لينا ديك الدجاجه. بالنسبه للطاجين كتقولوا له قردها لينا، اما بالنسبه اللي كيطيب في الفران بحالي انا الاغلبيه كنطيبو في الحقيقه في الفران حيت ندير ليه لي بات وكنديرو في الفران. هذاك الشيء اللي الاغلبيه داكشي اللي كياكلوا ليا ولادي كياكلوه ليا في الفران مع سميتو مع لي بات، ولا مع شي حاجه اللي هي مختلفه، مع الفريت مع سميتو. اما الطاجين واخا كنديرو هكاك ما كيبغيوش ليا بزاف البنات. صافي هانتوما كتشوفوا انا غادي نستمر هكذا بهذه الطريقه هذه حتى نكمل الدجاج ديالي. نكملوا بهذا الشكل هذا. غادي نحك هذا الدجاجات كما قلت لكم. انا جبت 4 ديال الدجاجات، وغادي نوريكم شنو غادي ندير في البانيو. هكا غادي نشدو هاد الدجاج، غادي نحكوه حتى نكملوه كما قلت لكم. نحكوه مزيان ونخليوه شويه. ملي غنخليو هذاك الدجاج ديالنا شويه دخل مع هاد الملحه وهاد الخل هذا، ومن طبيعه الحال راه كنحيدو هاد الشحمه وهاد الشيء اللي كاين. غير هو كما كنقول لكم، انا غادي تمشيو عند مول الدجاج غتقول له عافاك قسم لينا ديك الدجاجه على جوج. منين كيقسمها كيحيد لكم كاع ديك الروينه وداك الشيء اللي سميتو اللي في الدجاج ما كيكونش فيها بزاف ديال التماره مازال.
كيحيد لكم ديك الشحمه، كيحيد كامل داكشي كيحيدو، ما كتبقاش فيه شي حاجه اللي هي كثيره. هانتوما شفتوا كما وريتكم. صافي انا دابا كنحيد هذا الزغب هذا اللي كيبقى هنا، كيبقى داك الريش اللي كيبقى ديال الدجاج في الرجيلات لاصق، لان ضروري كتبقى شي حاجه لاصقه تما. صافي والله الا هاد القضيه راه كتسهل علينا البنات، كتسهل علينا بزاف منين كنديروه في سميتو. انا راه جبتو البارح بالليله البنات، هذاك الشيء علاش ما بقاش ليا الوقت باش غادي ندير سميتو، باش غادي نوض نصورو وندير ليه داك الفيديو. يعني جابوا لي راجلي معطل، ما كانش ممكن غادي نديرو. صافي حطيته في الثلاجه صافي. وكاع الا شفتوا راسكم غادي تعطلوا ما غاديش تغسلوا كما قلت لكم، ديروا عليه الخل البنات، كبوا عليه الخل. الا ما غتغسلوش في نفس النهار كبوا عليه الخل وحطوه في الثلاجه، ما غادي يوقع عليه حتى شي حاجه. والله البنات الى هاد الطريقه راه كدير له بحال الا سميتو. انا بالنسبه للناس اللي كيعرفوني وكيعرفوا الدجاج ديالي راه كلهم كيعرفوا بان الطياب ديال الدجاج ديالي كيكون كيجي زوين وكيجي مملح، لاني انا كندير ليه الملحه بزاف في الغسيل، كنغسلو بزاف بالملحه والخل والحامض، عاد كنعاود ندير ليه الملحه وسميتو. وعند الطياب ما كنكثرش الملحه، كندير غير شويه. وفي نفس الوقت شنو كندير شويه ديال الملحه صافي، وكندير سميتو وكندير الحامض مصير صافي هكا، باش ما كنكثرش عند الطياب الملحه، كندير غير قريصه على حساب المرقه. هانتوما شوفوا حتى داك الدم، هانتوما حتى نديروا له الملحه والخل ما كيبقاش كيتحيد. ها صافي انا حكيتو دابا بحال ما هكا على هذا الشكل هذا. حكيت هاد الدجاج، حكيتو انا هاد الدجاج كندير ليه هكا البنات، كنوجدو كنقادو، كنجيب 4 دجاجات 5 ديال الدجاجات كنحطهم في الفريغو ديالي. المهم النهار اللي ما كاين ما يدار ضروري في الاول ديال الشهر كندير هاد المساله هادي. الوقت اللي كنتلف ما كنلقى ما ندير الغدا. اي وحده كتلف بعض المرات في الغدا، واخا تكوني منظمه واخا تكوني ما عرفتاش، كيجي واحد النهار كتلفي كتقولي اشنو غندير. نهار ديال الحمراء باين، نهار ديال السكسو راه كتديريه، نهار ديال القطاني راه كديريه. ايوا وكيجي شي نهار راه كتلفي ما كتلقاي ما ديري. انا كندير هذا سميتو، كندير هذا الدجاج يا اما كنديرو مع كما قلت لكم لي بات، ولا كنديرو في سميتو، ولا كندير هادو في كنديرهم في الفران. كنصوطي بطاطا ديالي، كندير بطاطا، نسلق بطاطا ونصوطي بطاطا وكنديرها كنرافقها بهم. كندير المهم اي شلاضه كنديرها وكنرافقها مع هاد الدجاج ديالي. وخصوصا كما قلت لكم الا درت بطاطا حتى هي كندير لها واحد الفكره زوينه، كنسلقها وكنصوطيها وكنرافقها معاه. اولا الروز، كندير طبق ديال الروز كنسلق الروز. هادو افكار يعني تقدروا تستافدوا منهم البنات اللي بغات تستافد منهم. كندير الروز، كنسلق الروز وكنطيب الدجاج ديالي مزيان، كنشد هذاك الدجاج كنقليه هكا. علاش كندير لهم انانس هكا؟ كنقليه وكندير الروز صافي، وكندير الروز ديالي من الفوق الروز، وكندير الدجاج ديالي من الفوق وكنسقي هذاك الروز، وكيجي واحد الطبق اللي رائع كتاكليه وانتيا كيجي المهم زوينه البنات. اما المرقه بزاف ما كياكلوهاش ليا ولادي، هذاك الشيء علاش قلت ضروري نشارك معكم هذه الطريقه. انا كنحتفظ به، جا عندي شي حد راه كنلقاه موجود صافي ضروري من الدجاج. وانتم راكم عارفين الاغلبيه انا كناكل الاغلبيه بزاف الدجاج والحوت البنات. اللحم ما كنكثروش فيه بزاف، يعني كناكلوه مره في الاسبوع، لان راكم عارفين كلشي كيقول لك بان اللحم مضر. ايوا صافي ها الكوليسترول ها راه كلشي عارف، يعني الاضرار ديال اللحم ديما ماشي صحيه. يعني داكشي راه كيبقى بروغرام حتى هو كيتكال يعني على حسب. صافي خوتي خواتاتي، هانتوما كتشوفوا انا دابا راه غسلتو راه حكيتو شنو غادي نخليه مازال هنا واحد 5 ديال الدقائق. خليه واحد 5 ديال الدقائق وعاد غادي نشللو
وغادي نوجد واحد البانيو اللي غادي نضيف فيها الدجاج. غادي ندير لذاك البانيو ندير فيه غير شويه ديال الخل وشويه ديال الحامض. انا صافي راه حكيته بالملحه، ما غاديش نزيد له مازال الملحه. واللي بغى يدير سكينجبير يديرو حتى هو، راه خطير البنات، راه حنا كنغسلوه بسكينجبير، وانما انا ما بغيتش ندير له سكينجبير صافي، لان الراجل ما كيبغيش بزاف ديك الريحه ديال السكينجبير. صافي بهاد الطريقه. وكما قلت لكم اللي بغى يحيد الجلده راه كيحيدها. هذاك اللي كيدار في الطاجين راه كنحيدو له الجلده، اما اللي ما كنديروش في الطاجين راه ما كنحيدليش الجلده، كنديرو بالجلده ديالو، غير كنقيه وكنغسلو بهذا الشكل هذا. صافي انا غنوريكم الطريقه الثانيه وهانتوما معايا. صافي حبيباتي، المرحله الاخيره اشنو هي؟ كنجيبوا واحد البانيو كنديروا فيه، انا عندي البانيو كبير. الدجاج ديالي ها هو بعد ما غسلته البنات ونقيته على هذا الشكل هذا، هانتوما كتشوفوه. شوفوا الدجاج ديالي ها هو منقي مغسول. المرحله الاخيره ديال هذا الدجاج اشنو هو؟ شنو غادي نديروا باش كنديروا ديك النكهه ديال الحامض اللي ضروري منها في الدجاج. هانتوما كنشدوا هذا الحامض كنعصروه مزيان في هذا الماء. هانتوما صافي نخليو حتى هذيك تما. هانتوما كتشوفوا كنعصروا هاد الحامضه ولا جوجات على حسب الكميه اللي عندكم. وبغينا نضيفوا الخل عاوتاني نضيفوه، ما بغيتوش تضيفوه ما تضيفوهش. الخل البنات راه كيساعد الدجاج، هذا هو السر الخطير ديال الدجاج، كيساعد لينا الدجاج باش يطيب الصدر ديالو، وخصوصا الا كان الدجاج محمر راه كيطيب الصدر ديالو مزيان. كنضيف غير واحد شويه مازال صافي، وكنشد هاد الدجاج ديالي البنات كندير له هكا صافي بحال ما هكا. كنشد هاد الصدر هاد الدجاج ديالي كاملو كنخليه هكا في هاد الماء مده واحد 5 دقائق هكذا. كنخليه يشرب ليا هاد الحامض ويشرب ليا هاد الماء. هانتوما يشرب ليا هاد الحامض وهاد الخل. انا راه غسلته من الملحه والخل. كنخليه هكا مده ديال كما قلت لكم مده ديال 5 دقائق وكنحيدو صافي. كنحيدو، انا ما نقدرش نزيد مازال شي حاجه لان راه هو كثير عندي. غادي غير كسعه البانيو ما عنديش صغير اللي غادي ندير فيه الماء قدامكم البنات، هذاك الشيء علاش درت لكم غير الكسعه. هانتوما غادي نخليوه مده ديال 5 دقائق بحال ما هكا، وكنهزوه وكنديروه في شبيكه وكنخليو هذاك الدجاج ديالنا كيتسقطر، وكنخليوه تيتسقطر مزيان، وكنديروه في الميكات وكنديروه في الثلاجه بهذا الحامض ديالو وهذا الخل ديالو. ما كنعاودوش نغسلوه صافي حتى تنبغيوه وكنجبدوه وكنديروا له سميتو وكنديروه في سميتو. ما كنعاودوش نغسلوه البنات، كنحتفظوا بهذا الحامض وبهذا الدجاج، بهذا الحامض وهذا الخل اللي فيه كنحتفظوا به بهذا الشكل صافي وكنخليوه صافي. هذه هي الطريقه باش كنغسل انا الدجاج ديالي، وكيعطينا واحد البنه للدجاج البنات ما نقولش لكم، واحد المذاق اللي هو رائع، وكيطيب لينا الصدر ديال الدجاج دغيا دغيا. تيقوني هاد الطريقه راه زوينه زوينه، كنتمنى تجربوها وتجاوبوني في لي كومونتير. وكنقول لكم ما تنساوش البنات ديروا اللايك وتابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالي. وكنقول لكم بسلامه عليكم والى فيديو قادم ان شاء الله. بسلامه عليكم.